هل يمكن أن يعاني الأطفال من ارتجاع المريء؟ قد تتفاجأ، لكن نعم، حتى الأطفال يمكن أن يصابوا بما يعرف بمرض الارتجاع المعدي المريئي. الأطفال، وخاصة المولودين قبل الأوان أو الذين يعانون أحياناً من مشاكل عصبية، هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة. الفرق بين الارتجاع عند الأطفال والبالغين هو أن الأطفال لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم، لذا يقع على عاتقنا نحن الآباء وكذلك الأطباء اكتشاف ما إذا كانوا يعانون من مرض الارتجاع المعدي المريئي. لذا من أعراض هذه الحالة القيء، وفي بعض الأطفال الأكبر سناً قد تظهر الأعراض على شكل ألم في الصدر، وأحياناً قد يرفض الأطفال تناول الطعام وقد لا يكتسبون وزناً كافياً. لذلك يجب أن تنبهنا هذه الإشارات إلى احتمال إصابة الطفل بمرض الارتجاع المعدي المريئي.